تخيل معايا اللحظة دي. انت رايح تقابل أهل خطيبتك لأول مرة في حياتك. البيت فخم، الجو هادي، الضحكات عالية، الكل بيبتسم لك وبيحضنك وبيقول لك كلام حلو قوي. أخيراً كنا مستنيينك. بس بعد شوية تلاقي نظراتهم بقت غريبة، تلاقي ايدهم بتمسك عضلات دراعك زيادة عن اللزوم، تلاقي واحد بيحمس للتاني. الجسم ده مثالي، وتحس فجأة انك مش ضيف، انت البضاعة اللي هيتم بيعها في مزاد. ده مش فيلم رعب عادي يا جماعة، ده فيلم هيخليك تفكر مليون مرة قبل ما تروح أي بيت غريب تاني في حياتك. النهاردة هنحكي قصة فيلم جيت أوت كاملة، خطوة بخطوة، بكل التفاصيل الصغيرة والمفاجآت الكبيرة، من غير ما نكسر التشويق ومن غير ما نضيع ثانية واحدة. فلو انت جاهز خليك معايا للآخر، لأن اللي جاي أغرب وأخطر بكثير مما تتخيل. جيت أوت، فيلم رعب نفسي وإثارة أمريكي من إخراج جوردن بيل سنة 2017. الفيلم ده مش بس كسب جايزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ده كمان غير طريقة الناس بتشوف أفلام الرعب إلى الأبد. بطله دانيال كالويا في دور كريس واشنطن، وروز أرميتاج اللي بتلعبها أليسون ويليامز. الفيلم بيجمع بين الرعب والسخرية والنقد الاجتماعي بطريقة عبقرية. النهاردة هنروي القصة كاملة زي ما تكون انت قاعد في قاعة سينما وأنا بحكي لك كل حاجة بالتفصيل، فاستعد. القصة بتبدأ في نيويورك، في شقة صغيرة في بروكلين. كريس واشنطن شاب أسود في 26، مصور فوتوغرافي محترف جدا. عنده عين ثاقبة، بيصور الناس والشوارع بطريقة تخليك تقول يا سلام. بس حياته مش كلها ورد ورد. كريس لسه بيعاني من صدمة قديمة، موت أمه في حادث سيارة وهو صغير، وهو كان في العربية معها وما قدرش يعمل حاجة. الذنب ده لسه جواه، وده اللي هيحصل له بعدين. كريس بيحب بنت بيضة اسمها روز أرميتاج. روز بنت جميلة، ذكية، مرحة، بتدرس في الجامعة. العلاقة بينهم كانت حلوة قوي، كم شهر وهم مع بعض، بيضحكوا، بيخرجوا، بيحكوا لبعض أسرارهم. في يوم روز تقول له: يا كريس، عايزة أوريك أهلي، عايزة نروح عندهم في البيت الريفي نهاية الأسبوع ده. كريس يتردد شوية، يسألها: أهلك عارفين إني أسود؟ روز تضحك وتقول له: أكيد يا حبيبي، هم مش عنصريين خالص، بالعكس أبويا كان حيصوت لأوباما لو ينفع 3 مرة. كريس يبتسم ويوافق. في الطريق الجو حلو، هم بيغنوا، بيضحكوا، بيحكوا نكت. بس فجأة غزال يطلع قدام العربية فجأة. روز تصدمه، الغزال يطير في الهواء ويقع على الطريق. كريس ينزل يشوفه، الغزال ميت والدم بيجري. روز بتتصل بالشرطة. الشرطي يجي، راجل أبيض، يبص لكريس بنظرة مش مريحة، يطلب منه البطاقة رغم إنه مش هو اللي سايق. روز تتدخل وتقول له: هو مش عامل حاجة، أنا اللي كنت بسوق. الشرطي يسيبهم يمشوا، بس كريس حاسس إن في حاجة مش تمام. النظرة دي، الطريقة دي خليته يحس بعدم ارتياح. يوصلوا البيت أخيراً، بيت كبير فخم في الريف، حديقة واسعة، أشجار، بركة سباحة، كل حاجة بتقول فلوس كتير. أبو روز دين أرميتاج، جراح مخ وأعصاب مشهور. أمه ميسي، دكتورة نفسية متخصصة في التنويم المغناطيسي. وأخوهم جيريمي، شاب عصبي رياضي بيحب يتكلم عن القتال والقوة. يستقبلوهم بحفاوة زيادة عن اللزوم. دين يحضن كريس حضنة طويلة: أهلاً وسهلاً، أخيراً كنا بنسمع عنك كتير. ميسي بتبتسم ابتسامة عريضة: روز قالتنا إنك مصور عبقري، لازم نشوف صورك. جيريمي يبصله بنظرة فيها تحدي وبيقول: بتلعب رياضة؟ تبدو قوي قوي. كريس يحاول يرتاح، بس جواه حاسس إن في حاجة غريبة. تصاعد الأحداث، التوتر بيزيد. تاني يوم الصبح كريس يصحى يلاقي والتر عامل الحديقة واقف في الشمس بيبص للفراغ، عينيه فاضية، بيحرك راسه بطريقة غريبة. كمان جورجينا الخادمة بتدخل المطبخ، بتبتسم ابتسامة مصطنعة وبتتكلم بطريقة قديمة شوية زي اللي بيتكلم من زمن تاني. في الظهر حفلة كبيرة في البيت، كانوا 30 ضيف، كلهم بيض، كلهم كبار في السن، كلهم أغنياء. كل واحد بيبص لكريس بنظرة مختلفة، نظرة تقييم، زي ما يكونوا بيشتروا عربية. واحدة ست مسكت دراعه وقالت: يا إلهي، بشرتك ناعمة قوي والعضلات دي حلوة جدا. راجل تاني بيحط إيده على كتافه: أنت بتلعب جولف؟ لو لعبت هتبقى ظاهرة. كريس بدأ يتوتر قوي، يروح يتصل بصاحبه رود، صاحبه اللي بيشتغل في أمن المطار. رود يقول له: يا كريس، ارجع دلوقتي، أنا مش حاسس إن الجو ده كويس، دول ناس غريبة. كريس يقول له: هستنى يومين وارجع. الليلة ميسي تقنعه يعمل جلسة تنويم مغناطيسي عشان يساعده يطلع التدخين. كريس يوافق عشان ما يبقاش وقح. ميسي تجيب كوباية شاي، تضرب عليها بمعلقة، صوتها بيخبط، مرة، 2، 3. كريس عينيه بتتقفل، وفجأة يدخل في حالة غريبة، يحكي عن أمه، عن الحادث، عن الذنب اللي جواه. وبعدين يحس إن جسمه مش بيتحرك، يفتح عينيه يلاقي نفسه قاعد في مكان مظلم زي سينما قديمة، جسمه مربوط، عينيه بس بتشوف. ده السانكن بليس، المكان الغارق. ميسي صوتها بيجي من فوق: اهدى يا كريس، خليك هادي، كل حاجة تمام.
كريس بيحاول يصرخ بس صوته بيطلع ضعيف جدا زي همسة. يصحى الصبح يفتكر إنه حلم، بس يكتشف إنه فعلا وقف التدخين وما عادش عايز سيجارة خالص. السر الكبير، المفاجأة اللي قلبت كل حاجة. كريس بقى مش قادر ينام، يروح يدور في البيت، يدخل أوضة روز، يلاقي علبة قديمة مليانة صور 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 صور، كلها روز مع شباب سود، كلهم شباب أقوياء، كلهم كانوا معاها قبل كده. والأغرب والتر وجورجينا موجودين في الصور، بس هم أصغر سنا بكتير ولبسهم قديم. هنا بقى الدنيا تتقلب رأسا على عقب. روز تدخل فجأة، تبتسم ابتسامة باردة ما فيهاش أي حنان. ما تقلقش يا كريس، كل حاجة تحت السيطرة. دلوقتي الحقيقة بتتكشف. عائلة أرميتاج جزء من جماعة سرية اسمها أوردر أوف ذا كواجولا، اكتشفها جد روز من سنين. الفكرة المرعبة، هم بيعملوا عملية جراحية معقدة، ينقلوا دماغ شخص أبيض كبير في السن لجسم شخص أسود شاب وقوي. عشان كده الجسم الأسود بيبقى مثالي، قوي، رياضي، صحي، ويخلي الشخص الأبيض يعيش سنين أطول بجسم أحسن. والتر ده مش عامل، ده جد روز نفسه، دماغه نقلوه لجسم والتر من سنين. وجورجينا هي جدتهم، دماغها في جسم الخادمة. والضيوف اللي في الحفلة دول كانوا بيعملوا مزاد سري، بيشتروا الجسم اللي عايزينه. واللي كسب مزاد كريس راجل أعمى اسمه جيم هاتسون، عايز عيون كريس عشان يبقى مصور فوتوغرافي عبقري. روز هي اللي بتختار الضحايا من سنين، بتوهمهم بحب، بتجيبهم البيت وبعدين تسلم الجسم لأهلها. كل اللي حصل كان مخطط من الأول. النهاية الهرب المرعب. كريس يحاول يهرب، يضرب جيرمي ضربة قوية، يجري في البيت، يلاقي دين بيحاول يوقفه، يمسك قرن الغزال اللي كان معلق على الحيطة ويطعنه في رقبته. الدم يرش، دين يقع، ميسي تيجي تجري تحاول تنومه تاني، بس كريس يضربها، يرميها في الأرض، يحرق الأوضة، النار بتشتعل، يطلع بره. روز بتجري ورا ماسكة مسدس بتضربه في كتفه. كريس يقع، بس والتر جد روز يطلع فجأة يحاول يخنقه. كريس بيحاول يمسك المسدس من روز، يضرب والتر في صدره، والتر يقع ميت. روز بتزعق، بتحاول تقتله. كريس يضربها في بطنها بس ما يخلصهاش، يسيبها تنزف على الأرض. فجأة أضرأ عربية بتيجي من بعيد. كريس يرفع إيده خايف الشرطة تيجي وتفكر إن هو المجرم. العربية تقف، الباب يفتح ويطلع رود صاحبه. رود كان قلقان قوي، راح للشرطة ما حدش صدقه، فقرر يجي بنفسه يشوف اللي بيحصل. كريس يركب معاه، العربية تمشي وروز لسه قاعدة على الأرض بتنزف، بتبص ليهم بنظرة كره. الكاميرا بتبتعد والعربية بتختفي في الظلام. Get Out مش مجرد فيلم رعب، ده فيلم بيحكي عن العنصرية اللي مخفية تحت ستار أنا مش عنصري، أنا بحب الثقافة السوداء. عن إزاي بعض الناس بيشوفوا الآخرين كأجسام فقط، مش كبشر، مش كأرواح، مش كقصص. السانكن بليس ده رمز قوي قوي، رمز للصمت اللي بيحصل لكتير من السود. صوتك موجود بس محدش بيسمعك. جوردان بيل عمل حاجة عبقرية، خلى الرعب يجي من الواقع مش من وحوش أو عفاريت. الفيلم ده بيخليك تضحك وفي نفس الوقت بيخليك ترتعد، وبعد ما تخلصه هتفكر مليون مرة قبل ما تقبل دعوة من أي حد غريب. إيه رأيكم في الفيلم؟ شفتوه قبل كده؟ ولا الملخص ده خلاكم تقرروا تشوفوه الليلة؟ اكتبولي في الكومنتات أكتر حاجة خوفتكم في الفيلم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش أي ملخص جديد. وشكراً إنكم كملتوا معايا للآخر. Get Out فعلاً لازم تطلع منه بسرعة قبل ما يمسكوك.